الوضع اتغير دلوقتي خالص يا فندم. الوضع بقى في حتة تانية دلوقتي. كهربا بقى اللي بيلعب والزمالك هو اللي موقوف. يا نهار اسود المهم يا سيدي، الاستاذ والجهبذ طارق يحيى وتصريحات يعني مثيره مش للجدل بقى، مثيره للشفقه. والله العظيم التصريحات دي ما ينفعش تقال عليها انها مثيره للجدل، لا. التصريحات ده يا فندم مثيره للشفقه والله، ومثيره للضحك والكوميديا، وانك تضحك لا اله الا الله علينا. عزيزي المشاهد، نادي ريال مدريد، ايوه ريال مدريد، اللي النادي الاهلي لو كسب المباراه الجايه هيلاعب ريال مدريد في نصف النهائي. عزيزي المشاهد، نادي ريال مدريد مسج الى النادي الاهلي، ده بجد، ده بجد والله. ريال مدريد بعت رساله للنادي الاهلي رسميا، رسمي، والبشر كلها شافتها. عزيزي المشاهد، هقول لك كل حاجه بتفاصيل تفاصيلها، ولكن اتقل عليا. مش كده وبس بقى، تيجي قناة نادي الزمالك برئاسة سيادة المستشار طبعا، وتطلع بتصريحات مريبة ومثيرة للشفقة أكتر من تصريحات طارق يحيى عن مباراة النادي الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، اللي افتتح بها النادي الأهلي كأس العالم للأندية وكسب فيها أوكلاند سيتي 3-0. و3-0 دي كأن النادي الأهلي عمل غلطة جسيمة إنه كسب الفرقة دي 3-0. بدل ما الناس بتشكره وبدل ما الناس تقول له انت مشرفنا بره مصر، لا، تيجي ناس تقول لك كلام مريب جدا يستحق ان احنا نتكلم عنه. وعلشان ما اطولش على حضرتك في المقدمه، قول لي طول عشان اطول بقى. ها، ده في بلاوي يا اولاد، ده في بلاوي يا اولاد. المهم خليني اقول لحضرتك وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الكارثه دي يا فندم. هي كارثه بكل المقاييس. اتمنى ان حضرتك توصل الفيديو اللطيف الجميل اللي انت بتتفرج عليه ده هوت ل 7000 لايك. افرض بقى وصل لسبعة، يا لهوي يا لهوي، هكون في منتهى السعاده. المهم، واحده واحده بقى وعلى الهادي يا زبادي، علشان نتكلم في كام حاجه كده مثيره جدا. بص يا سيدي، خلينا نبدا الاول بريال مدريد. النادي الاهلي بعد افتتاحه لكاس العالم للانديه وفوزه على اوكلاند سيتي بثلاث اهداف مقابل شباك نظيفه للنادي الاهلي. بص يا سيدي، اتفتح فواتيح كتير قوي على النادي الاهلي بعد المباراه دي، مع انه هو كسب المباراه ولعب ماتش عالمي، ولكن لا، في بعض المغردين، مش قصتنا. المهم يا سيدي، نلاقي بعدها ان نادي ريال مدريد الاسباني، نادي ريال مدريد منزل على صفحته الرسمية والموقع الرسمي لريال مدريد أو يعني نهنئ النادي الأهلي المصري بفوزه العظيم في افتتاحه لكأس العالم للأندية، وننتظره في نصف النهائي. مش كده وبس، ده نزلوه على صفحتهم أو صفحاتهم على السوشيال ميديا ومنشنوا النادي الأهلي. لك أن تتخيل إن ريال مدريد ونادي بحجم ريال مدريد قال لك نهنئ النادي الاهلي ونستناه في نصف النهائي، واحنا عالميين زي بعض وبتاع، واكتر القاب في الكوكب واكتر القاب في المجره، ونلعب بقى ونقفل اللعبه بقى. يا نهار اسوخ، في نفس ذات الوقت اللي نادي الزمالك بيلعب فيه فاركو. يعني دلوقتي عندك انت النادي الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه، ونادي الزمالك المباراه الجايه مع فاركو في كاس العالم للادويه، هيلعبوا على شريط قطفست. اللي هيكسب هياخد قطفست هديه. يا نهار اسوخ عليا ومقطرن. وقال لك انت اوكلاند سيتي ضعيفه. ضعيفه ليه؟ قال لك عشان شالت ثلاثه من الاهلي. امال انت شايل ثلاثه من الاهلي، ما تضايقناش بقى. المهم يا فندم، بعد ما هنأ ريال مدريد النادي الاهلي عبر صفحاته على السوشيال ميديا، فخر كل الاهلاويه بصراحه، يعني يا بختكم، يا بخت احنا عزبتكم ابو قليطه ما هنئناش كنادي زمالك، يعني ما نزلناش بوست. المهم، عزيزي المشاهد، نيجي بعد كده للاستاذ مرتضى منصور وقناه نادي الزمالك في تصريح برضه مثير للشفقه. وقال لك ايه؟ قال لك النادي الاهلي في كاس العالم للانديه هو اللي شرفنا ولا نيله، ويعني اصله كان بيلعب فرقه ضعيفه جدا. يا اخي ده لاعبها شايلها ثلاثه. مع العلم يا استاذ مرتضى ان احنا اخر ماتش بيننا وبين النادي الاهلي وغلاوتك، شوفوا غلاوتك، شلنا ثلاثه. وغلاوتك انت وغلاوه فيريرا اللي لسه راجع شلنا ثلاثه برضه. يعني لو اوكلاند سيتي فرقه كحيانه وضعيفه، فاحنا فرقه كحيانه وضعيفه.
فالفكره ان مقياسه ان الفرقه كحيانه ان هي خسرت 3 من الاهلي. طب ما احنا خسرنا 3 يا جماعه. لو اللي بيتكلم مناخوليا فاللي بيستمع عاقل. ما احنا خسرنا 3 من الاهلي. ما احنا خدنا على عينينا وشلنا 3 من الاهلي. يبقى اوكلاند سيتي ضعيفه ازاي؟ ما هو ده معناه ان احنا كمان ضعفة في الحضيض. يا جماعه ما تضايقوناش. المهم يا فندم، علشان نجد قمة في الغل وقمة في الاستفزاز وقمة في ان انت ما بتحبش تشوف حد ناجح وتشوف فيها شوية التصريحات الهطل دول. مع العلم مثلا ان انت واحد لسه قايل المدير الفني من منصبه، وبعدها ب3 4 ايام رجعت المدير الفني لمنصبه تاني فريرا. انت شلت فريرا بعدها ب3 ايام رجعت فريرا. قال لك ليه بقى؟ قال لك اصل انا كل ما بجيب فريرا في نص الموسم بيقوم جاي كده ايه، مش عاوز الدوري وينزل ياخد الدوري وبتاع. مع العلم ان فريرا كان معاك اصلا. قال لك انا ماشيه بقى واجيبه برضه ايه بحيث ابقى جبته في نص الموسم. اصل انا بتفائل. ما انت عارف بقى قصتنا مع موضوع التفاؤل والحاجات يعني. يلا خير. المهم عزيزي المشاهد، ناجي بعدها ايه؟ ناجي بعدها ده المهم يعني نيجي بعدها للكابتن والاستاذ طارق يحيى. ايوه طارق يحيى. بص يا فندم بالراحه كده واحده واحده وركز معايا في تفاصيل البهاريز اللي هقولها لك. يجي الاستاذ او الكابتن طارق يحيى ايا كان بقى تقول له ايه، اهو ان شاء الله هتقول له طروقه. المهم يجي طروقه في مشكله نادي الزمالك مع اتحاد الكوره. طبعا انتوا عارفين ان احنا موقوفين من القيد وما قيدناش الصفقات الجديده بسبب المديونيات والفلوس اللي علينا لاتحاد الكوره. يجي الاستاذ طارق يحيى ويطلع على قناه نادي الزمالك ويقول لك انا مش عارف ازاي اتحاد الكوره مانع نادي الزمالك من القيد علشان عليه فلوس للاتحاد. ايه؟ امال يعمل له ايه؟ ما هو بيطبق اللوائح والقوانين يا عم. ما هو بيطبق اللوائح والقوانين يا عم. ولا عشان الدنيا فاقت الفتره اللي فاتت فانتم مفكرين بقى هتفضل ماشيه زي زمان كسكسي. المهم طلع سياده وزير الشباب والرياضه قال لك اتحاد الكوره معاه كامل الصلاحيات لتطبيق كامل القوانين واللوائح. المهم يطلع الاستاذ طارق يحيى يقول لك الكلمتين دول، يقول لك النادي الزمالك المفروض اتحاد الكوره ده ابو الانديه، ده ابو شكل. المهم يا شيخ خلينا ايه نكمل كلامنا من غير ما نفقد اعصابنا. قال لك اتحاد الكوره ده ابو الانديه، ابو الانديه. تقول لي امال مين؟ لا مش هو لا. المهم عزيزي المشاهد، طب المفروض يا استاذ طارق ايه اللي يعني ايه اتحاد الكوره ابو الانديه ثم ايه يعني؟ قال لك ثم نادي الزمالك رايح. اما لو واحد يعني هقول لك شبهها يا استاذ طروق. ايه بقى؟ قال لك دلوقتي لو واحد مستلف فلوس من ابوه وراح قال لابوه معلش يابا انا هتاخر عليك شويه في سداد الفلوس دي، تفتكر ابوه هيقول له حاجه؟ تفتكر ابوه هيقسى عليه؟ ده ممكن كمان ابوه يقول له خلاص يا ابني روح انا مش عايزها. يا نهار اسود على كميه الضحك والكوميديا. ابو ايه وام ايه ويقول له يا ابني مش عايزه ايه؟ واحنا جايين نهرج يا جماعه؟ هو احنا جايين نهزر يا جماعه بجد؟ واحنا بنهزر بامانه الله بنهزر؟ يعني اللي انتوا بتعملوه ده تهريج. تهريج. المهم قال لك هيروح لابوه يقول له لا يا مش عارف ايه وبتاع. انما واحد يروح لابوه يقول له يابا انا معذور في قرشين، يقول له لا انا عايز فلوسي دلوقتي وبتاع. ما بيحصلش. طب ده لما يبقى اب وابنه يا استاذ طارق طروقه، ده لما يبقى اب وابنه. انما ما تجيليش في اتحاد الكوره والزمالك اللي مديون لشوشته وتيجي تقول لي اصل ابوه وامه ابوه وامه. احنا جايين نهرج؟ احنا جايين نهزر يا جماعه ونلعب؟ المهم يا سيدي الفتره اللي فاتت بدانا نشوف شويه حاجات غريبه جدا. خليني اقول لحضرتك ان الدنيا كلها قلبة على الاستاذ مرتضى منصور وكلنا ننتظر الواقع. لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تزروا في اللايك يا كابتن وما تنساش تكتب كومنت تقول لي رايك. كان معاكم محمد الجرحي. تصبحوا على الف خير.